ازاي تلزق وتثبت شرايط الليد. انا عملت 3 فيديوهات بتكلم فيهم عن كل ما يخص شرايط الليد، والفيديوهات دي جابت اكتر من 2 مليون مشاهده على كل مواقع التواصل. اكتر سؤال بقى اتسالته واتكتب لي في الكومنتات هو ازاي نلزق ونثبت شرايط الليد دي. اكتر حاجه مشهوره عشان تثبيت شريط الليد ده هو الدبل فيس. الدبل فيس في الحقيقه من الحلول العمليه جدا لتثبيت شريط الليد، ولكن في مشكله واحده بس فيه، وهي ان 90% من انواع الدبل فيس اللي موجوده في السوق جودتها مش احسن حاجه. تاني حاجه ممكن تستخدمها عشان تثبت شريط الليد هو كليبسات الكهرباء البيضاء بتاعت اسلاك الكهرباء. في الحقيقه الكليبسات كويسه جدا في التثبيت، ولكن هتضطر انك تجيب مقاس كبير شويه عشان يغطي شريط الليد كله، هيكون مثلا 12 مللي او 16 مللي. تالت حاجه ممكن تستخدمها عشان تثبت شريط الليد ده هو المواد اللازقه. في الحقيقه الحاجات دي مش احسن حاجه ومش عمليه، ومع الوقت بتفك. رابع حاجه بقى وهي اكتر حاجه عمليه واكتر حاجه هتثبت شريط الليد ده هي الماده دي. الماده دي اسمها التجاري المصلب. الانبوبه الصغيره دي فيها ماده لازقه قويه جدا، والعبوه التانيه دي بتكون فيها زي اسبراي. كل اللي عليك انك تعمله انك بتحط الماده اللازقه دي على جسم من الجسمين اللي انت عايز تلزقهم ببعض، وترش الاسبراي على الجزء التاني او الماده التانيه. ظرف اقل من 3 ثواني هتلاقيه مسك وبقى عامل زي الحديد. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب تكون استفدتوا. لو لسه عندك اي سؤال ليه علاقه بشريط الليد اكتبهولي في الكومنتات، بس بعد ما تكون عامل لايك وفولو وشير للفيديو. سلام.